وازاي الرسائل بتتنقل من خلال الانترنت. كل ابلكيشن شات بتستخدمه بيكون ليه نظام تشفير بيحمي بياناتك وهي بتتنقل من موبايل للتاني. اول ما بتدوس ارسال النموذج بياخد الرساله ويشفرها على حسب نظام الامان بتاع الابلكيشن. بعدها البيانات بتتحول لصفر ووحيد، يعني اللغه اللي الاجهزه بتفهمها. بعدها البيانات ديت بتتقسم لاجزاء صغيره اسمها الباكيتس او حزم البيانات. كل حزمه بيكون معاها معلومات تساعدها تعرف رايحه فين. وهنا عندنا حاجتين مهمين: عنوان الماك وعنوان الاي بي. الاي بي هو اللي بيساعد الشبكه تعرف البيانات جايه منين ورايحه فين، يعني هو اللي بيحدد عنوان الواجهه على مستوى الشبكه. اما عنوان الماك فده عنوان كارت الشبكه، بيستخدم جوه الشبكه المحليه او الوصله اللي الجهاز متصل بيها اللحظه دي. ومن موبايلك البيانات ممكن تتنقل لاسلك للراوتر او لبرج الشبكه، ومن هناك تكمل رحلتها بين شبكات واجهزه توجيه كتير. ولو الرساله رايحه لدوله تانية ممكن تعدي في كابلات الياف ضوئيه ضخمه، منها كابلات بحريه موجوده تحت البحار والمحيطات، وده كله بسرعه عاليه جدا. وكل راوتر في الطريق بيبص على معلومات التوجيه اللي معاه، يقرر يبعت الحزمه للخطوه اللي بعدها على حسب حاله الشبكه والمسارات المتاحه. ولما الحزمه بتوصل للموبايل التاني الجهاز بيجمع البيانات، ولو في جزء محتاج اعاده ارسال بروتوكولات الاتصال بتتعامل مع الموضوع ده. وبعدها الابلكيشن نفسه بيفك تشفير البيانات، فبتظهر الرساله الاصليه قدام الشخص التاني. وكل ده بيحصل في اجزاء من الثانيه. بتمنى تكون المعلومه وصلت، وصلى على النبي.